السلام عليكم، فيديو جديد على قناتكم صحراء نيوز. مرحبا بكم في هذا الخبر العاجل اللي جا به السيد بوريطه. اذا اخر الاخبار والتطورات على ساحه وزاره الخارجيه انه جا قرار جديد انه اللي تزوجت شي اجنبي بحال دابا تزوجات به ومشى رجع لبلادو، ملي غيبغي ثاني يدخل المغرب غتفرض عليه تاشيره الدخول، يعني ما غاديش يجي ويدخل نيشان. قرار جديد وزوين غيحمي المغربيات من يحمل السياده المغربيه، اولا سياده الوحده الترابيه وسياده التراب المغربي، وثانيا غيحمي المغربيات. هاد السيد هذا ما يبقاش غير داخل خارج، ما عرفنا اصله، ما عرفنا شكون هو، ما عرفناه سني، ما عرفناه شيعي، ما عرفناه منين جا. اذا شابو السيد بوريطه على هذا القرار الجديد، واخا جا معطل شويه ولكن ماشي مشكل. وقت ما جا الخير ينفع. وبحال دابا كمثال هذا الفلسطيني اللي جالس دابا ساكن في المغرب وجالس كيسب في المغرب والجاليه، الله يهديه حتى هو، ولا هو لا البنت ديالو اللي كنا كننتظروا انه يطلب اعتذار المغاربه ساعه حتى هو دخل في المغاربه ودخل في الجاليه. والله يهديه اللي كلا الخير تاع المغرب يبدا يعاير. اذا هذا القرار غيصحح كاع هاد المفاهيم وغيوليو يضربوا حساب ان المغرب ما بقاش تسيب، ان غتفرض التاشيره اللي بغى يدخل خاصو ضروري من